تم الإعلان من طرف الصحف المصرية. قد نقرأ عن الصحف المصرية بالمناسبة: غواصة روسية هجومية ترسو ميناء جزائري. ما القصة؟ لا أتحدث عن المعطيات لأنها متداولة بالمناسبة حتى كذلك عبر الصحف ال ال الجزائرية، ولكن السياق اللي هو مهم بالنسبة لنا. السياق أولًا ديال طبيعة الغواصة، ثم لماذا هذه الغواصة ستنتقل إلى الجزائر في سياق لقاء تم ما بين كل من أحمد عطاف والطرف كذلك كل من أحمد عطاف ولافروف، وفي إطار كذلك يعني ما يتعلق كذلك بالأشغال ديال القمة الروسية الإفريقية التي انتهت إلى ضرورة تعزيز النفوذ الروسي، وكذلك اتخاذ نهج اللي هو جديد، وتعزيز كذلك ما يتعلق يعني بالتعاون ما بين الدول المركزية خاصة مصر والجزائر، واستهداف والتركيز بشكل أكبر على منطقة الساحل والصحراء. ولكن لا يخفى على الجميع بأن روسيا تخوض حربا، إذا كانت كلامية فهي حرب فعلية فوق الأراضي الأوكرانية، سواء استخباراتيا أو كذلك عسكريا، ضد الاتحاد الأوروبي. تخوض حرب كلامية من الممكن تشوف بها أنا حرب ديال الاتهامات وكذلك تصعيد دائر ما بين الوزراء ديال الدفاع وكذلك الوزراء ديال الخارجية الروسيين مع الأطراف الأوروبية، أو كذلك اتهامات صدرت وكذلك تهديدات صدرت من طرف بوتين ضد القضاء الأوروبي، والأوروبيين يقومون بالرد وغيرها كذلك يتحركون بشكل هو سريع جدا من أجل رفع من المستوى ديال التصعيد. وهذا يعني ينبئ بأن المواجهة العسكرية ما بين الطرفين تقترب بشكل هو أكبر، يعني من الممكن بأنها تكون قبل من سنة 2028، لأن الإطار ديالها الذي يحدد فيه هو سنة 2028، الاستعداد هو سنة 2028. ولكن من الممكن البعض يتحدث على أن كذلك هذا الأخذ والرد وكذلك هذا التصعيد وهذا عموما هذا يعني هذه المواجهات الكلامية ما بين الأطراف والتهديدات المتبادلة ما بين الأطراف من الممكن بأنها تسرع من العملية ديال المواجهة العسكرية. وعلى الرغم من أن الجزائر حليف استراتيجي للطرف الأوروبي، وعلى الرغم من أن الجزائر تقوم يعني في كذلك يعني عندها شراكة متجددة حاليا مع الاتحاد الأوروبي وكذلك حليف استراتيجي لروسيا، إلا أنها تأخذ نفس المسافة وتستطيع ما لا تستطيع مجموعة من الدول: استقبال غواصة هجومية روسية في سياق تصعيد. وش هي المخاوف على سبيل المثال ديال روسيا؟ مخاوف روسيا الأساسية هو ما يتعلق يعني ببسط النفوذ الروسي، أو إحداث قواعد عسكرية أو قواعد عسكرية بحرية بالمناسبة، أو كذلك قواعد عسكرية جوية أو كذلك يعني برية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومحاصرة الاتحاد الأوروبي على المستوى الجنوبي. هذه من المخاوف الكبرى. وكذلك هناك مخاوف اللي هي مستمرة ومعلنة من طرف الصحف، خاصة البرتغالية، الإيطالية، بالإضافة كذلك الفرنسية، بالإضافة كذلك لإسبانيا، تتحرك على تتحدث بشكل هو مستمر على ما يتعلق يعني بالحضور المتنامي وكذلك الحضور العسكري خاصة للسلاح البحري الروسي. فالجزائر سواء في إطار الحرب الروسية الأوكرانية في الصيغة ديالها الأولى، أو حتى كذلك في هذا التصعيد اللي غادي ياخذ بشكل أوروبي روسي، بالنسبة لها هي مسألة اللي هي عادية جدًا. استقبال لمدة 4 أيام سوف تقوم باستقبال غواصة روسية هجومية داخل المنطقة، وفيها رسائل اللي هي واضحة وصريحة. أولًا العلاقات، من ادعى بأن العلاقات ضعيفة ما بين الطرفين، حتى نأكد لك بأن العلاقات ما نقدرش بأنها خاصةً المخزن، ما غاديش تقدر بأنك تفهم العلاقات الروسية الجزائرية بأي شكل من الأشكال، والمستوى ديال كذلك ديال التعاون ما بين الطرفين. هذه رسالة موجهة إلى الجميع بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إضعاف أو تهديد أو الإضرار بالعلاقات الروسية الجزائرية. واحد. ثم العلاقات الجزائرية الروسية في إطار التعاون العسكري ثابتة ومستقرة، والجزائر تؤكد بأنها تنتمي إلى دول عدم الانحياز ولن تنخرط في أي مواجهات، ولن تجعل من نفسها منصة للجانب الروسي، ولكن أن يتم تعليق أو كذلك الإضرار بالعلاقات الروسية مرفوض رفضا باتا. وهذا كان قرار صدر منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية بالمناسبة، صدر سواء في المسألة ديال التسلح أو كذلك في المسألة ديال الزيارات وكذلك التعاون بمختلف كذلك المستويات ديالو. احنا دابا حاليا نتكلم أو كذلك نتحدث ونبرز
المستوى ديال العلاقات التي يتم فيه التشكيك فيه، ما المخزن بشكل هو مستمر، أو كذلك من بعض كذلك الأبواق. عمومًا بعض المعارضين الجزائريين كاين اللي تنحترمو كاين اللي ما تنحترموش، البعض يحاول التشويش وكذلك إظهار بأن روسيا قامت بماذا قامت يعني عمومًا بالانقلاب على الجزائر، أو هناك يعني مشاكل ما بين الطرفين، خاصةً فيما يتعلق يعني بالاستراتيجية ديال الجزائر للاستفادة من انسحاب الغاز أو تراجع الغاز الروسي داخل السوق الأوروبية. لا، أنت تشوف اللقاءات، تشوف كذلك المستوى التسليح، التمكين، التطوير كذلك يعني عمومًا الصفقات على أعلى مستوى، لقاءات يعني كذلك التعاون العسكري على أعلى مستوى داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يخوف بالمناسبة الطرف الأوروبي. يبقى السؤال، آآ هل يستطيع المخزن الذي يدعي بأنه قام باستقطاب روسيا، وبأنه استطاع تنحية وكذلك تحييد روسيا بسبب القوة ديال العلاقة ديالو التي انطلقت منذ سنة 2016، ما عرفناش هاد العلاقات فاش كاينة، ولكن هو تيقول لك هناك علاقات منذ سنة 2016 قوية ومتينة، هي من أضعفت وكذلك دفعت بموسكو إلى دعم المغرب في ملف الصحراء الغربية. غريب جدًا. هل يستطيع المغرب القيام بنفس الشيء؟ وواخا يسلموا عليهم، ما تبقاوش 4 أيام، غير يسلموا عليهم، غير يدوزوا من المياه الإقليمية، غير يوقفوا يشربوا أتاي. هل يستطيع المخزن القيام بهذه المسألة ما تقوم به الجزائر؟ لا يستطيع. هل يستطيع استقبال غواصة روسية؟ هل يستطيع تمرير أي صفقة عسكرية مع روسيا؟ هل يستطيع القيام بتدريب أو كذلك بتدريب مشترك مع روسيا؟ لا. وسد فمك. لماذا تتحدث على أنك أنت عندك علاقات قوية وموسكو تعتمد على المغرب، والمغرب قام بسحب البساط من تحت الأرجل ديال الجزائريين، وقام باستقطاب موسكو وتحييد موسكو، وموسكو تختار المغرب، وهي غواصة استقبلها عندك في الميناء ديال طنجة المتوسطي. نسينا، أنت في الميناء ديال طنجة المتوسطي تستقبل غير الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، اختصاص حصري بالنسبة لكم. تحياتي الإخوة الأخوات، ما تنسوش دائمًا إعطانا إعجاب وكذلك إعطانا ابتسامات ديالكم حول المواضيع المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الحلقة مع الأصدقاء، والسلام عليكم.